لو فكرك ان العلف هو اهم حاجه في المزرعه يبقى انت ناسي حاجه اخطر. ركز معايا، انا مهندس سيد عيسى وجاي افيدك في مجال الدواجن. الميه هي ارخص عنصر في الانتاج لكنه اهمها، واي خلل في جودتها او كميتها ممكن يخسرك دوره كامله. كل طائر بيشرب ضعف وزن العلف اللي بياكله، علشان كده الميه بتاثر على تنظيم حراره القطيع والهضم ونقل العناصر الغذائيه من العلف، ولو في نقص في الميه هيؤدي لوقف النمو وزياده النفوذ. خليك عارف ان ميه ملوثه يعني امراض معويه، وميه سخنه يعني الطيور هتوقف اكل، وميه ملوحتها عاليه يعني مشاكل في الكبد والكلى للطيور. لازم تتابع استهلاك الميه يوميا، واي انخفاض مفاجئ ده دليل على مرض او مشكله اداريه او ربما مشكله في العلف. اهتم بالميه في مزرعتك وحللها بانتظام، ركب فلاتر وانظمه تعقيم، استبدل المسائل المفتوحه بخطوط نبل، ده هيقلل معاك الفائض من الميه وهيحافظ على نظافتها. ظبط ضغط الميه لتفادي التسريب وضعف التدفق. طهر ونظف خطوط الميه كل دوره، وتأكد من عزل الخزانات ومنع دخول الحشرات. الميه عنصر بسيط لكن حساس، لو اهملته هتدفع الثمن غالي.